يا مساء الفل، ازيكم؟ مساكوا سكر، مساكوا عسل، مساكوا كل حاجة جميلة. من فضلكم فعلوا الجرس، عايزة اشتراك وتعليقات. وقبل أي كلام نصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحيد. اللي ما يسمعش كلام أهله ياخد بالجزمة على نافوخه. الأهل بيبقوا حاسين بحاجات كتير، مش بيقولك اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. طب ليه يا صفا بتقولي كده؟ نسمع. بنت بتقول انا جالي عريس، اهلي كانوا رافضينه وامي بالذات كانت رافضه. طب ليه؟ هل هو فاشل؟ مش من مستواكم؟ لا والله، عالة طيبة وإنسان محترم ويمكن مستواه أحسن كمان. الله، أمال ليه رفضاه؟ ما كانش مرتاحة له. وقالت لي يا بنتي لو ما سمعتيش كلامي هتدفعي التمن غالي. واخواتي نفس الوضع، ما كانوش عايزينه. فليا اخ كبير هو اللي وقف معايا وقال لي انت عايزاه؟ قلت له اه. قال لي خلاص، انا ابويا ميت، يوم كتب الكتاب كان اخويا وكيلي وجوزهولي. اتجوزت سنتين، والسنة التالتة اتطلقت منه، بس خلفت بنت. طب اتطلقت بسبب ايه؟ والله حاجات يعني صغيرة جدا. ايه يعني؟ مثلا شفته بيكلم بنات على الموبايل كده، يعني مش حاجات كبيرة. ما قدرتش اتحمل، اتطلقت. تمام. اخويا الكبير عشان وقف معايا واتطلقت قال لي ما عدتش تلزميني. طب ليه؟ انا وقفت جنبك وجوزتهولك وفي الاخر تتطلقي؟ امال انت كنت عايزاه ليه؟ امي واخواتي مقاطعيني، اخويا وامي واخواتي مقاطعيني. ليه؟ عشان ما سمعتش كلام امي وما سمعتش كلام اخواتي. انا دلوقتي معايا بنت، شحتني من الشقة لان انا متجوزة في بيت عيلة. فكيت حاجتي واجرت شقة وقاعدة انا وبنتي، والحاجة والله ما اتربطت ولا اتفرشت، وما فيش جنيه اصرف منه. انزل اشتغل مش عارفة اسيب البنت لمين. كلمت امي اقول لها يا ام عشان خاطري سامحيني، تقول لي ما عنديش بنت ولا عايزه اعرفك. اتوسل اليها ولاخواتي مش راضيين يعرفوني ولا يكلموني. البنت بسيبها لجارتي علشان انزل اشتغل، لو ان اعرف اكل انا والبنت. اروح الاقي البنت معيطه والبامبرز مش نظيف وضاربينها وهينينها، والناس بيبصوا عليا، الرجاله طمعانه فيا. لما اي حد يعرف ان انا متطلقه وقاعده لوحدي عاوز يغتصبني، عاوز ياخد غرضه مني. انا ضايعه، انا ضايعه من غير اهلي ومن غير اخواتي ومن غير امي. انا بعترف ان انا غلطانه ان انا ما سمعتش كلام اهلي، بس خلاص اللي حصل حصل. مش المفروض يحتووني؟ مش المفروض يغفرولي؟ مش المفروض يخلي بالهم مني؟ ده انا بنت، انا ست، اي حد ممكن يعمل حاجة فيا غلط. اعمل ايه؟ مش عارفة اتصرف ازاي. اولا، اللي ما يسمعش كلام اهله بيدفع التمن غالي، لان الاهل بيبقى لهم نظرة مستقبلية، فهموا الدنيا وعرفوا الدنيا ولهم نظرة في الدنيا. ادي حاجة.
انت غلطتي ان انت ما سمعتيش كلام اهلك. تاني حاجة، خلاص اللي حصل حصل. المفروض اهلك يحتووك. ليه؟ لانك واحدة ست. بس في امهات زي امك كده قلبها جامد، قلبها قاسي، تقول ما سمعتش كلامي ما عادتش تلزمني. وفي ام قلبها ضعيف تجري على بنتها وتقول ملهاش في الدنيا الا امها. في القلب ده وفي القلب ده. امك من القلب القاسي علشان انت ما سمعتيش كلامها. ربنا معاك، اقوي. الايام ممكن تداوي، ولو ان القسوة ما بتتنساش. اشتغلي وكافحي. ان ما كانش يا بنت الحلال شوفي لك راجل يسترك وتتجوزيه، مش عيب. الراجل سترة في الظروف اللي انت فيها دي. طالما مش لاقيه اهلك والناس طمعانه فيك وعايزين يعملوا معاكي حاجات غلط، طب ايه اللي يسترك في المحنه اللي انت فيها دي؟ حاجه من الاتنين، لا تلجئي العم من عمامك، لا تلجئي الخال من خلانك. ولو ان محدش عاد بينفع حد في الزمان ده. كل واحد في الزمان ده بيقول يا رب نفسي. معقول؟ معقول. فانت خليكي ست جدعة واقوي واشتغلي، كبري بنتك، ومع الايام ممكن الامور تتصلح. يعني ممكن اديلك 2% لو اهلك صفولك. في اهالي لما بتقفل. اسمعوا المشكلة يا جماعة، وعايزة اراكم واقول لكم اشوفكم على خير في مشاكل اخرى مع الصفا. تصبحوا على خير. سلام.